حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ جايلكم في فيديو جديد وهقول لكم على التركايه بتاعه تسبيكه المحشي والريحه اللي بتخلي تقلب اخر الشارع زي زمان. فاكرين المحشي بتاع زمان؟ هقول لكم على كل حاجه بالتفاصيل في الفيديو ده. وكميه محشي كتيره، بس الطماطم لونها مصفر شويه معاكي والطماطم قليله. تعالى اقول لك هنعمل ايه. هنزل بالطماطم على النار زي ما انت شايفه من غير اي اضافات، واخرط معاها البنجر دوت. وارجع تاني اخرط البصل بتاع المحشي. يا جماعه يتخرط بالايد، ما بيتخرطش بالكبه، علشان يديني طعم بتاع زمان اصيل ده، بتاع ستي وستك والكلام دوت. ده سر من اسرار ستي، خلي بالك. اللي انا هقولك عليه دوت، الخضره دي ما بتنضفش كده في الاخر، لا انا بدق التوم وقرن فلفل، ومعاها هنزل بشويه خضره وهدقهم كويس، ومع البهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل شطه كزبره كمون، وادق كويس. واقول لك هنعمل ايه. شفت الطماطم بتاعتنا هنقشر القشر بتاعها بكميه صغيره، بس هتدينا لون رهيب في المحشي. خلينا عندنا قاعده عامه: محشي يعني بصل كتير طماطم كتير، بيحب يكون دسم. عشان كده انا حطيت تركايه كده صغيره هتشوفيها معايا دلوقتي، اللي هي الدهنه ديت. بحبه زيت اخليها تدوب شويه على النار، ومش هخليها في المحشي، خلي بالكم انا هشيلها. انا بس بنزل هنا حبه دهون بسيطه عشان تدي المحشي بتاعي ايه، عالي، التست بتاعها يبقى عالي شويه كده. خلاص انا بشيل الدهون من عليها اهوت، وهنزل بقى بالكبسه دي. شفت عملت ازاي؟ الطشه دي جميله جدا، بتخلي ريحه الشقه كلها والشارع. المحشي رهيب صراحه بالتركايه دي. حمرت البصله ونزلت بالطماطم، وهنزل تاني ببقيه الخلطه اللي انا عملتها قدامكم ديت، وبقيه البهارات. يعني انا لازم احط خضره اول ما انا بحمر البصلايه، يبقى احنا لازم نحط خضره واحنا بنحمر البصلايه واحنا بنسبك الطماطم عشان تدينا الريحه بتاع زمان. وبزود المحشي بتاعنا بالطريقه ديت. انا بهرش الشوربه بتاعتي وحاطه فيها معلقه صلصه من اللي احنا كنت مسبكاها ودوت، وكمون وفلفل، يعني مظبطه الشوربه بتاعتي. وبحط الورقه ديت ما برميهاش، بحطها على المحشي من فوق عشان ما يفكش ورق الكرنب.